تخيل تصحى من النوم فتلاقي نفسك خسرت كل فلوسك، لا بيت ولا تجارة ولا أمان ولا أي حاجة. هتعمل إيه؟ هتبدأ من الصفر ولا هتستسلم وتقول خلاص كده؟ النهاردة هحكي لك قصة واحد بدأ من لا شيء حرفيا، وانتهى به الأمر إنه بقى من أغنى وأقوى رجال عصره، ومع ذلك مات ومفيش في قلبه تعلق بالدنيا نهائي. دي قصة الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف. تعال بقى نروح لمكة كده. عبد الرحمن كان من كبار تجار قريش، فلوس، مكانة، شبكة علاقات كبيرة جدا، راجل فاهم السوق بلغة العصر. لكن لحظة ما الإسلام دخل حياته كل حاجة اتغيرت حرفيا. أسلم بدري جدا على يد أبو بكر الصديق، والقرار ده ما كانش سهل خالص. قريش بدأت تضغط، تعذيب، حصار، مقاطعة، وبعدين جات اللحظة الفاصلة بقى اللي هي الهجرة. تعال بقى نروح المدينة كده. عبد الرحمن يوصل المدينة، مفيش فلوس، مفيش تجارة، مفيش بيت، صفر حرفيا. النبي عليه الصلاة والسلام آخى بينه وبين سعد ابن الربيع، وسعد كان من أغنى أهل المدينة، عرض عليه نصف ماله، يعني نص ثروته. تخيل حد يقول لك خد نص كل حاجة بملكها. لكن عبد الرحمن رد بجملة بقت أيقونة ريادة الأعمال عبر التاريخ: بارك الله لك في مالك، دلني على السوق. هو مش عايز صدقة، هو عايز فرصة. ودي أول قاعدة في النجاح، الكرامة قبل المكسب. تعال بقى نروح السوق كده. بدأ يشتغل في تجارة بسيطة جدا، سمن وقط، سلع صغيرة كده، مفيش رأس مال ضخم، مفيش دعم استثماري، مفيش تمويل جولة أولى كده. لكن كان عنده حاجتين أخطر من أي رأس مال: سمعة وذكاء تجاري كبير جدا. كان بيكسب قرش يرجعه تاني في التجارة، المكسب يكبر، الدايرة تتوسع، زي كرة التلج كده اللي بتتدحرج من فوق جبل. في الأول بتبقى صغيرة، لكن مع كل لفة بتكبر أكتر. بعد فترة قصيرة جدا بقى من كبار تجار المدينة، لدرجة إنه قال: لقد رأيتني لو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا. دي مش مبالغة، ده وصف الحالة عقلية اسمها عقلية الوفرة. وده يخلينا نروح لاختبار المال. هنا بقى السؤال الأخطر: النجاح سهل ولا الثبات بعد النجاح هو الأصعب؟ عبد الرحمن ابن عوف ثروته كبرت جدا لدرجة انه جهز 500 فارس في سبيل الله، وتبرع بقافلة كاملة فيها 700 بعير محملة بالبضاعة. 700 بعير. تخيل حجم الاقتصاد وقتها. لما سمع ان امهات المؤمنين محتاجين دعم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، خصص لهم عطاء مستمر من ماله، كأن المال في ايده كده مش في قلبه. وهنا بقى الفرق ما بين شخص غني وشخص استعبدته الفلوس. تعال نرجع فلاش باك سريع كده لورا. فاكر لما وصل المدينة من غير اي حاجة؟ نفس الشخص ده قبل ما يموت كان نصيبه من تركته لوحده يقدر بمئات الالاف من الدنانير. بعض الروايات تذكر ان ارقام ضخمة جدا لثروته وقت الوفاة. وهنا لازم نكون واضحين، الارقام التفصيلية بتختلف بين المصادر والتاريخ، لكن المؤكد انه كان من اغنى الصحابة بلا منازع. وده مش رقم دعائي، ده سياق تاريخي متكرر في كتب السيرة. وفي النهاية وهو بيموت بكى. طب ليه؟ قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير، وأخشى أن نكون عجلت لنا طيباتنا. يعني راجل عنده كل ده وخايف يكون نصيبه من الآخرة قل بسبب نجاحه في الدنيا. ايه المستوى ده من الوعي؟ الخلاصة: قصة عبد الرحمن بن عوف مش قصة ثروة ولا قصة فقير اتحول لغني، دي قصة عقلية، قصة استقلال، قصة انك تبدأ من الصفر من غير ما تفقد نفسك. المال أداة، لو مسكته في ايدك يخدمك، ولو دخل قلبك يملكك. السؤال بقى ليك واللي محتاج تجاوبني عليه في التعليقات: لو بكرة صحيت وخسرت كل حاجة، هل عندك المهارة والعقلية تخليك تبني من جديد، ولا اعتمادك الحقيقي على الفلوس نفسها؟ فكر فيها كويس واكتب رأيك في التعليقات. وفي النهاية ما تنساش تتابعني، أنا أحمد يحيى، بقدم كل حاجة في مجال الذكاء الاصطناعي. والسلام عليكم.